إليك قصة قصيرة عن الصدق. في قرية صغيرة على ضفاف نهر هادئ، عاشت فتاة تدعى ليلى. كانت ليلى صادقة بشكل لا يصدق. لم تكن تستطيع قول كلمة كاذبة حتى لو كان ذلك يعني أن تحمي نفسها. كانت تعتبر الصدق قيمة عظيمة ومبدأ لا يمكن التنازل عنه. في يوم من الأيام، قابلت ليلى رجلا غامضا يدعى حسن. كان حسن يحمل في يديه صندوقا صغيرا. سألها: هل تريدين معرفة ماذا يوجد في هذا الصندوق؟ ليلى نظرت إلى حسن بعيون مشرقة وأجابت: نعم، أريد أن أعرف. فتح حسن الصندوق ببطء، وكان هناك مرآة صغيرة بداخله. قال ليل: هذه المرآة تظهر لك حقيقتك الحقيقية. هل أنت مستعدة لمعرفة من أنت حقا؟ ليلى أخذت الصندوق ونظرت إلى المرآة. رأت نفسها بوضوح، ولكن لم تكن مستعدة لما رأت. كانت ترى نفسها كما هي، بدون أي تزييف أو تلوين. كانت تشعر بالخجل والفخر في الوقت نفسه. منذ ذلك اليوم، أصبحت ليلى أكثر صدقا من أي وقت مضى. لم تخفي مشاعرها ولا أفكارها. أصبحت تقدر الصدق أكثر من أي شيء آخر. وعلى الرغم من أنها قد واجهت بعض الصعوبات، إلا أنها عاشت حياة سعيدة ومليئة بالنجاحات. وهكذا أثبتت ليلى أن الصدق هو أساس كل شيء جيد في الحياة.